بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. طيب، من اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، عرفنا فيما سبق أحكام التفخيم والترقيق، وتكلمنا عن الحروف الهجائية، وعرفنا أنها تنقسم من حيث التفخيم والترقيق إلى 3 أقسام: حروف مفخمة دائما، وحروف مرققة دائما، وحروف تفخم تارة وترقق. وعرفنا أيضا ترتيب حروف التفخيم حسب القوة، وعرفنا أيضا مراتب التفخيم باعتبار حركته. وأظن أننا أيضا تكلمنا عن قوة تفخيم الحرف المشدد، وكيفية تحديد مرتبة الحرف من حيث قوته وحركته. بالنسبة لحروف التفخيم أو حروف الاستعلاء المفخمة، قالوا بأن حروف الاستعلاء مرتبة في التفخيم على هذا الترتيب: الأولى الطاء، والثانية الضاد، والثالثة الصاد، والرابعة الضاء، والخامسة القاف، والسادسة الغين، والسابعة الخاء. يبقى مراتب الحروف المفخمة من حيث القوة تبدأ بالطاء المفتوحة التي بعدها ألف، ثم المفتوحة التي ليس بعدها ألف، ثم المضمومة، ثم الساكن، ثم المكسورة. هذه 5 مراتب، وهكذا مع بقية الحروف على الترتيب الذي ذكرناه. فمثلا الأولى وهي الطاء، مثل الطامة، الطاء، الطامة، طاء مفتوحة بعدها ألف. طيب مفتوحة بس: طابع، طابع. مضمومة: طبع، يطع، يطع. الساكنة مثل يطبع، يطبع. طيب، وقس على هذا بقية الحروف، مثل الضاد مثلا: الضالين، ضرب، ضرب، يضل، نضرة، نضر، نضرة. طبعا الساكن يقدم على المكسور، من الساكن يأخذ حكم ما قبله. الصاد مثل الصاخة،
صدق صرفت فاصبر المصير. الضاء مثل الظالمين. ظلم ظلم يظلم ظلا. القاف قائلون. القدر قدر يقدر قيل. الغين غالب غفر غلبت يغلبون ذل. الخاء الخالدون. خلا. كثير يقول خلا أكثر يقع في الخاء بالذات في الترقيق. خلق. نعم. يخلد. هذا بالنسبة لحروف الاستعلاء السبعة. إذن هذه الحروف على هذه الدرجة كما استمعتم الآن. طبعا الساكن يتبع ما قبله في درجة التفخيم. التفخيم النسبي اللي كنت ذكرته هو بالنسبة للغين والخاء الساكنتان المسبوقتان بكسر أو ياء. مرة ثانية، الغين والخاء الساكنتان المسبوقتان بكسر أو ياء، حيث أنهما أو إنهما يكونان في أدنى مراتب التفخيم، وهو ما يسمى بالتفخيم النسبي. فمثلا الغين الساكنة المسبوكة بكسر مثل لا تزغ قلوبنا، والمسبوكة بياء مثلا زيد، أو مثلا الخاء، أو أيضا الغين مثل أفرغ، هذه مسبوقة بكسر أيضا، حتى لو كسر عارض، مثل إيش؟ من اغترف. طيب الخاء المسبوقة بكسر مثل إخوانا، وبياء شيخ، إخراجا. هنا إخراجا تفخم أكثر من أجل تفخيم الراء بعدها، وكذلك في قوله تعالى وقالت اخرج عليهم، تفخم تفخيم أكثر. لكن المسبوقة بكسر عارض مثل ولكن اختلفوا، هذه أيضا تفخيم نسبي. البعض يقع في أعطاء التفخيم النسبي تفخيما أكثر مما يجب، فيؤثر على الحرف وعلى ما بعده أيضا. ولا يمكن أن نصف الحرف المفخم تفخيما نسبي بأنه مرقق، لا، هو مفخم وإن كان في أدنى درجات التفخيم، ولكن إذا أتى بعدها راء عرفنا أنها تأخذ درجة أعلى، وهذا ما ذكره
الإمام المتولي رحمه الله تعالى وقال: وخاء إخراج بتفخيم أتت، أو وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها قد فخمت. المهم الذي يجب أن تعرفوه وتنتبهوا إليه أن هذا كله لا ضابط له إلا بالتلقي، لا ضابط له إلا بالتلقي. طيب، النوع الثاني وهو ما يرقق دائما، ما يرقق دائما، وهي حروف الاستفال ما عدا 3 أحرف، فإنها أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. وما هو الترقيق؟ الترقيق لغة هو التنحيف، واصطلاحا نحول أو رقة تدخل على الحرف أو على صوت الحرف عند النطق به، فلا يمتلئ الفم بصداه، فلا يمتلئ الفم بصداه. الترقيق لغة هو إيش؟ التنحيف، واصطلاحا نحول أو رقة تدخل على الحرف أو على صوت الحرف، فلا يمتلئ الفم بصداه عند النطق به، لا يمتلئ الفم بصداه. عند النطق بحروف الاستفال لا يصطدم الهواء الخارج من الرئتين، لا يصطدم بغار الحنك الأعلى. لماذا؟ لانخفاض اللسان، وأيضا اتساع المسافة بينه وبين الحنك الأعلى. اللسان عند النطق بالحروف المستفلة مستفل، يعني ينزل إلى قاع الفم، والترقيق ناتج عن هذا وهو مستحق الحرف، ويخرج الحرف مرققا، يخرج الحرف مرققا. يبقى جميع حروف الاستفال ما عدا 3 أحرف ترقق قولا واحدا. 3 أحرف فيها وجهان، أو فيها أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، وسيأتي ذلك إن شاء الله عند الكلام عليه. وقد نبه أهل العلم إلى بعض الأخطاء التي تقع من البعض عند النطق بالحروف المرققة. فمثلا عند الابتداء بالحرف المرقق كالابتداء مثلا بالهمزة في نحو الحمد لله، في لا وليست الحمد خطأ. أو مثلا أعوذ بالله، في لا ليست أو اللام مثلا لنا، يقول لنا لا لنا. لله، لله لا لله. أو مثلا الباء مثل برق، باء لا باء ليست باء. بالباطل، بالباطل خطأ. أو العين مثلا مثل
عاملون في عاء لا عاء ولا تتعاء عاملون، ويجب الانتباه لذلك. لا تجعل اللسان يستعلي، استعلاء اللسان عند النطق بالحرف المرقق يؤدي حتما إلى تفخيمه، والواجب عليك أن ترققه، لا سيما إذا جاور مفخما أو جاء بعده حرف مستعلم. فمثلا تستطيع 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 لا تاء تستطيع تستطيع. مخمصة شماخ ما لا ما مخمصة خطأ. مخمصة. وليتلطف من وال يتلطف وليتلطف. مرض ما لا ما مرض. فمجاورة الحرف المرقق لحرف مفخم يجعل البعض يقع في الخطأ وينطق به مفخما، كما رأينا الآن من مجاورة الميم مثلا للخاء أو الصاد، أو مجاورة اللام للطاء، أو مجاورة الميم المرققة للراء المفخمة. فالابتداء بالهمزة كذلك ينبغي أن تبدأ بها مرققة، الابتداء باللام كذلك ينبغي أن تبدأ بها مرققة، وهكذا. ترقيق الحرف بما يشبه التقليل، خصوصا الألف، وخصوصا الورشيين الذين أحيانا يقعون في هذا. فمثلا شاء خطأ، ليست شاء. كذلك جاء خطأ، هي جاء، فلا تقلل الألف. أيضا إذا جاء بعد الألف حرف مفخم، هذا سيأتينا إن شاء الله. ولذلك قال بعض أهل العلم الألف لا توصف بترقيق ولا تفخيم، ولكنها تتبع ما قبلها. تتبع ما قبلها، وتتبع ما قبلها الألف، والعكس في الغنة ألف. سيأتينا إن شاء الله عند الكلام عليه. طيب، إذا جاورت الحرف المرقق، إذا جاور ألفا، والبعض أيضا يرقق ويصل بالترقيق إلى التقليل كما ذكرت. أو إذا جاور الألف حرف مرقق يفخم الألف ويفخم الحرف المرقق. مثلا إيش؟ تجارة تجاء خطأ، تجاء ليس تجاء. أو مثلا القهار القهار ها خطأ. حافظوا الحافظ خطأ أيضا. ومن أصدق من أصدق فخم الدال أصبح الضاد. انتبهوا لذلك بارك الله فيكم، وانتبهوا إلى الابتداء بالحرف المرقق فينطق به مرققا، وإذا جاور مفخما
فينطق به مرققا، ونخلصه من المفخم حتى لا يتحبه المفخم إلى التفخيم. وإذا جاور الحرف المرقق ألفا فننتبه ألا يكون سببا في تفخيمه. هذه كلها تحذيرات يجب أن ننتبه لها عند نطقنا بالحرف المرقق، ولا نقع في تفخيمه أو تقليله، فكل من هذا أو هذا محذور لا ينبغي للقارئ أن يقع فيه، وينتبه إلى كيفية النطق الصحيح بالحرف المرقق، وخصوصا إذا جاوره حرف مفخم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه عونا لنا على قراءة كتاب ربنا قراءة صحيحة سليمة خالية من اللحن والتحريف، وأن يرزقنا تلاوة القرآن الكريم على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من سؤال أو استفسار يا أهل القرآن؟ عارف أن كلكم ما شاء الله يعني ما تحتاجون إلى أسئلة. ما معنى التفخيم؟ اكتبوا هذه الأسئلة. ما معنى التفخيم لغة؟ ما معنى الترقيق لغة واصطلاحا؟ ما هو التفخيم النسبي؟ وما الفائدة من معرفته؟ ما هو التفخيم النسبي وما الفائدة من معرفته؟ ما هي الحروف التي ترقق دائما؟ ما هي الحروف التي ترقق دائما؟ وما هي أهم الأخطاء التي يقع فيها البعض عند مجاورة الألف للحرف المرقق؟ بارك الله فيكم جميعا، ونفع الله بكم، ووفقكم الله لكل خير وبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.